هناك من يقول بأنه محمد البعداني واتحاد الكرة ضد احتراف أي لاعب من المنتخب، هل هذا صحيح؟ يا أخي الله يسامحهم، ما نقول الله يسامحهم. ليش نحن ضد اللاعبين؟ ليش أنا ضد اللاعب يعني إنه يحترف وأنا نتمنى له كل الخير؟ ليش أنا ضده؟ أتحدى يثبت بالدليل إنه أنا ضده، ضد اللاعب. نحن ضد الهوسلية والعمل الفوضوي هذا اللي ممكن يودي لاعب يدخله الثلاجة ويجمده، يصبح داخل الثلاجة مجمد باسم التسويق، باسم مدري من. قضية عادل عباس أخذت أكبر من حجمها. نحن مع عادل عباس والاتحاد مع عادل عباس، وقالها لي بالفم المليان وقلتها لعادل عباس. نحن مع احتراف عادل عباس وغيره، كل اللاعبين مع احترافهم، لكن انه يجي فلان وياخذك ويدخلك الثلاجة حقه باسم التسويق، ما عاد تقدر تصبح مقيد. يجي ما عاد يقدر نادي يتعاقد معك الا عبر البني ادم ذا، وكانه طيب الفترة هذه السنين اللي بتمر الآن وهو يسوق لك، أنت إيش اللي كاسبه أصلا؟ إيش اللي تكسبه أنت كلاعب؟ هل كسبت شيء؟ ناديك اللي عملك كسب شيء؟ لا، اللي بيكسب صاحب التسويق ذا، الدلالة والسمسار. أما هو طرحك في الثلاجة ما عاد تقدر تروح كذا ولا كذا إلا عبره. فلا نكونش يعني أغبياء. نحن مش ضد فكرة الاحتراف، نحن ضد الطريقة وضد الوقت اللي أثاره أبو الرجال، يعني أثار الزوبعة مراد أبو الرجال في وقت. وأنا تراسلت معه عبر صديقي علي صالح لما جاب لي رسائل منه، فقلت له يا أخي ما في داعي يشوش على الليل الآن، مش وقته الآن. الولد معه استحقاق أسوي الآن، مش وقته. خلي الولد يعني يفضل المنتخب الآن، سيبك من حكاية احتراف ما احتراف، عادة بعيدا، نحن دارين بالقصة كامل. فأنا اتفاجأ بالراديو يقول انه ما يهموش اللاعب انه يلعب مع المنتخب ولا او ما يلعبش، هو يهم انه يخرج اللاعبين من ظلام اليمن. طيب انت تخرج اللاعبين من ظلام اليمن وتدخل اليمن في ظلام أبدي لما تأخذ أحسن لاعبين يعني وتسرحهم من المنتخب. فنحن مع أن الولد يحترف، لكن يحترف عبر الطرق وقوانين ونظم، وحق النادي لازم يكون موجود. يعني يتواصلوا مع نادي. يا أخي نادي التلال وينه من المعمعة ذي كله؟ وين نادي التلال اللي عمل عادل عباس؟ وين نادي التلال اللي صنع اسم عادل عباس ووصلوا للمنتخب؟ فينه؟ فما نكونش يعني عاطفيين ونلفق الامور بس فوق، نضربها فوق البعداني ولا فوق الاتحاد. مش صحيح الكلام ده. انا مع احترام عادل عباس وغير عادل عباس.